مانجا اديتها 10 من 10 بسبب تطور الشخصيات والفلسفة اللي فيها والقصة الجديدة من نوعها. وهنا بتكلم عن مانجا هولي لاند اللي من تأليف كوجي موري. معلومة كده عن مش حبيب قلب البطة، كوجي هو حاليا المشرف على مانجا بيرجر. وقبل ما اشرح لك القصة عايز اسألك سؤال كده، عمرك حسيت انك في مكان مش مكانك حتى وانت قاعد مع اقرب الناس ليك؟ لو ده بالظبط كان احساس يو، طالب في مدرسة ثانوي هادي وبيتعرض للتنمر، حياته عبارة عن سلسلة من الألم والوحدة وملازمه شعور واحد بس، ان هو ملوش مكان في العالم ده. وفي يوم قرر يغير كل ده ويتعلم حاجة واحدة بس، حاجة تخليه يدافع عن نفسه ويثبت وجوده في الحياة. فبدأ يتعلم أساسيات قتال الشوارع. ومع مرور الوقت بدأ يتعرف إن في شخص ضعيف جسمه صغير بيهزم أي حد بيتحداه، وكل الأحداث دي كانت بتحصل في الزاوية المظلمة أو زي ما مسمينها الأرض المقدسة. ويو عشان كان مش عايز شهرة ولا عداوات، محدش كان يعرف هو مين، بس بسبب غموضه ده بقى أشهر واحد في الأرض المقدسة، على الرغم إنه كان بيعمل كل ده علشان يثبت وجوده في العالم ويدافع عن نفسه بس. وعلى مدار القصة بنشوف تطور شخصية يو والأزمات النفسية اللي ممكن أي حد يمر بيها، ونشوف برضه تأثير الشخصيات عليه، وإزاي إن ممكن شخصية تساعده وتخليه إنسان أحسن، وإزاي برضه إن شخصية ممكن ترجعه لنقطة الصفر. هولي لاند هي مش مجرد قصة بتحكي عن قطارات الشوارع، لأ هي مانجا فيها معاني كتير جدا توصف رحلة الإنسان في الحياة وبحثه عن ذاته وبحثه عن معنى وجوده في العالم. بس حبيب قلب البطة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، ولما تخلص المانجا ارجع تاني لينا وقول لنا إيه رأيك فيها.